الاستقالة ساعة بكل صراحة مانيش موجودة، ما كانتش عندي الفكرة نتاع الاستقالة بتاتا، مانيش من المدربين اللي باش نلقى الصعوبات، بالعكس جيت الفريق نتاعي اكثر واحد يعرف الصعوبات اللي موجوده من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه ومن الناحيه الامور الماديه، اكثر واحد يعرف شنو الصعوبات هذوما هو العبد لله. بالعكس الصعوبات هذوكم ديما ناخذهم ماني باش يقويونا. لكن زاد شوف فما اشياء بصراحه باش ما نحبش نتكلم برشا، لكن اليوم كما قلت فما انت اذا كان احنا ماناش قادرين باش معناتها باش نجيبوا فلوس باش نجيبوا بهم لاعبين وباش نحلوا المشاكل، اذا كان باش نفكروا الطريقه الوحيده اللي باش نجيبوا فيها فلوس نسلموا في الركائز نتاع الفريق، يعني بدي كمدرب كما المسؤول هو يلوج في مصلحه النادي من الناحيه الماديه، كما اللاعب يلوج في مصلحته باش يخرج، يعني مصلحه النجم الساحلي يلوج في مصلحه النجم الساحلي، ماهيش يلوج في مصلحتي الشخصيه. اليوم كي نجي نسلموا في لاعبين، يعني مثلا صلاح محضر فيه باش يلعب تيتولير الماتشات، صلاح سمعت به كما سمعتوا به انتم الكل، ما عندي حتى علم اللي صلاح سمعت به وقت اللي هو بشركه في الطيار، وقت اللي هو لاعبي كان تيتولير لهنا. لهنا بصراحه هذوما الحاجات اللي غشوني برشا، ما قدمتش استقالتي بالعكس غشوني برشا، والحاجات هذوما راهي اصلا تعرف كره القدم هي جو عام بصفه عامه. اذا كان احنا اليوم فما لاعبين محترمين جدا ما عادش موجودين معنا في التيران، تعرفوا علاش؟ على خاطر كيف عندهم دي كونترا، اصحابهم خرجوا ولا هما يحبوا يخرجوا، بطبيعه الحال انت كان نحلوا الباب هذايا كتشوف من بعد شنو ما وراو هذا كله. مانيش نلوش في الاعذار، انا نتحمل المسؤوليه اليوم كما تحملتها في في مباريات سابقه وفي مواسم سابقه، نتحمل المسؤوليه نتاع النتائج هذوما الكل، لكن زاد ثم ظروف يلزمها تتوفر، وهذا اللي البارح كنت في اجتماع مع المدير نتاعنا، فما ظروف يلزمها تتوفر. الظروف ماهيش ماديه باش نبدا واضح، ظروف معروفه، عندنا مشاكل معروفين يلزم يتعمل لها نيفور باش يتحلوا المشاكل هذوما، سينو راني كما قلت عملناو كنت تتذكروا قلت الموسم القادم اصعب، راهو الموسم القادم والموسم هذا مازال صعيب، قاعدين نفرطوا في اللاعبين وقاعدين نلعبوا معناتها بمستقبل وبتاريخ نتاع جمعيه كبيره، اذا كان نحبوا نتصرفوا مش هكا نتصرفوا.